السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حمزة العباسي. اليوم بإذن الله تعالى سأرشدكم إلى طريقة تسريع ويندوز 7 في 3 خطوات بسيطة. نذهب إلى سطح المكتب وبالزر الأيمن للماوس نضغط فتظهر لدينا هذه القائمة. نختار الخيار الأخير ونضغط عليه فتظهر لنا هذه النافذة. من هذه النافذة وبواسطة هذا الشريط ننزل للأسفل ونختار شكل الويندوز الكلاسيكي. ننتظر قليلا لحين تغيير شكل الويندوز، وبعد ذلك نقوم بالضغط على زر الإغلاق. بعدها نذهب إلى قائمة ابدأ ومنها إلى الكمبيوتر، وبزر الماوس الأيمن نضغط فتظهر لدينا هذه القائمة. منها نختار خيار الإعدادات وهو آخر خيار، فتظهر لدينا هذه النافذة. من هذه النافذة نختار الخيار الأخير فتظهر لدينا هذه النافذة. هنا نختار الأداء وبعدها إعدادات، نختار الخيار الثالث فتزال كل علامات الصح الموجودة في هذه القائمة، قائمة الترتيب، ثم نضغط تطبيق وبعد ذلك موافق وبعدها موافق. هذه كانت الخطوة الثانية. أما الخطوة الثالثة فهي أن نتوجه إلى قائمة ابدأ وبعد ذلك ندخل الأمر MSCONFI وG، ثم بعد ذلك نضغط على انتر فتظهر لدينا هذه النافذة. من هذه النافذة نذهب إلى البدء ونختار تعطيل الكل، وبعد ذلك نختار تطبيق وبعد تطبيق موافق، ثم تظهر لدينا هذه النافذة تخبرنا أن تطبيق سيتم التطبيق بعد إعادة التشغيل. إما أن نقوم بإعادة التشغيل أو نؤجل إلى التشغيل اللاحق أو إعادة التشغيل فيما بعد. كان معكم حمزة العباسي، أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومفيد. شكرا لكم وإلى اللقاء.